السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. انا اليوم جيت نشري الطاجين وعجبوني هاد الاشكال وبغيت نشاركهم معاكم، وإلا عجبوكم حتى نتوما اشتركوا في القناة. هانتوما شوفوا الطواجن والمجمر ديال الطين. كاين طاجين زوين هنا بزاف. كاين هاد الشكيلات ها هما زوينين وديكورات. كاينه قصريه مجلجه زوينه. كاين هاد الطواجن زوينين طباصل. نتمنى من الله يكونوا عجبوكم. هاد الشكيلات تا هما زوينين. هادو فنين، انا بعدا عجبوني، رائعين زوينين بزاف. جميع اشكال كاينه هنا زوينين بزاف، انا عجبوني. شوفوا هادي طبيسلات زوينين. انا بعد ما جبت الطاجين غندير فيه الحوت مشرمل بالخضره، بطاطا وخيزو ومطيشه فلفله. بعد ما شرملت الحوت غنخليه على جانب. بعد ما ساليت الحوت انا غنفرش خيزو، نفرشوا الحوت باش ما يلصقش. بعد ما غنسالي بزاف ديال الخيزو غنصايب لاصوص باش نديرو فوق الخيزو. غندير جوج عواشق ديال المطيشه، بصله مشلضه 3 د المعالق، وحده ديال القزبر ومعدنوس، وندير عليهم نص كاس ديال الزيت، وندير العطريه، الملحه، الابزار، الكمون، الثومه،
فلفله حمراء، نزيد عليهم الزيت، العود شويه، غنضيف لاصوص فوق خيزو، غنستف عليه الحوت وغنستف فوق منه البطاطا ان شاء الله، ونزيد واحد كاس ونص ديال الماء ونديه يطيب. بعد ما استفت فوق منه مطيشه والفلفله غنديته يطيب. بعد ما غيطيب غادي نوريه لكم. انا اول مره غنزيد عليه العافيه حتى يسخن، وغنقص عليه العافيه نديريه شويه ونخليه يطيب على خاطره. مني بعد غيطيب غنوريه لكم. هو بعد ما طاب هو غنوريه لكم. جا بنين بزاف.